يا ريت كل يوم هنعمل ايه في اللانش بوكس وندي للولاد ايه حاجات صحيه معاهم تغذيهم كده ويصمدوا كده اليوم كله بصحه وعافيه يا رب ان شاء الله. بحب اقعد اخترع عليهم حاجات وصفات كده اجربها تكون صحيه وتعجبهم، والحمد لله بتعجبهم وانا كمان عايزاكم تجربوها. هعمل لكم بقى بان كيك تجنن بطعم الكاروت كيك اللي هي كيكه الجزر. كوبايه شوفان مطحونه عليها معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره جنزبيل باودر، ربع معلقه صغيره جوز الطيب ورشه قرنفل مطحون ومعلقه صغيره فانيلا ورشه ملح، وهنحط عليهم كوبايه حليب، وكمان هنحط دلوقتي عليهم بيضه واحده بس، وهنضربهم كلهم كويس قوي مع بعض. طبعا لو انتم مش عايزينها صحيه قوي عادي يعني ممكن نمشي حالكم بكوبايه دقيق عادي، مش لازم الشوفان. هنحط بقى جزرتين، بشر جزرتين نبشرهم كويس قوي كده، وبعد كده نحطهم على الخليط. كمان دي وصفه سهله وسريعه ومتاخدش وقت وكمان طعمها يجنن، حتى اللي مش بيحب الجزر مش هيعرف ان فيها جزر خالص. طعم التوابل اللي فيها تجنن. التوابل الخريفي دي بما اننا في موسم الخريف فالتوابل دي تحفه، اللي هم البامكن سبايسز اللي هي بتاعه القرع العسلي، بيحطوها دايما مع القرع واحنا بقى في موسم الهالوين. مالناش دعوه بالهالوين بس هو انا بقول لكم يعني. حطيت عليها عين جمل محمص، حمصته في طاسه. خلي بالكم لما تحمصوه في طاسه مش بحط له زيت ولا اي حاجه خالص، الطاسه بتكون سخنه بحمص فيها العين جمل، وخلي بالكم بيتلسع بسرعه فخدوا بالكم منه. وبعد كده بكسره بايدي. طاسه دهنتها بزيت جوز الهند، طبعا مش لازم زيت جوز هند، ممكن تحطوا زيت عادي، انا قلت عشان الوصفه صحيه نعملها كلها ايه صحي في صحي. وبالايس كريم سكوبر طبعا برضو مش لازم الايس كريم سكوبر تعملوا بيها، انا علشان التصوير ويبقوا كلهم قد بعض بقعد ابططها كده واظبطها بالشكل ده. ممكن تعملوها بالمعلقه بالسباتولا اللي عندكم كله شغال. هعملهم كلهم كده بالشكل ده. ممكن تعملوها كمان رفيعه قوي او تعملوها متوسطه زي ما تحبوا. تمام، هفضل ابططها كده بالشكل ده، والنار عندي متوسطه عاليه. هسيبها تقريبا دقيقه دقيقه ونص كده، وبعد كده اقلبها الناحيه التانية تاخد لون كده بسيط تلم معايا بالشكل ده. اقلبها الناحيه التانية وابططها كده واظبطها من الجناب، يعني لو عايزين بقى ايه تحسكوا قوي ظبطوها من الجناب زي كده ما انا عملت بالسباتشولا. تمام، بصوا كده بالشكل ده. بس كده خلاص، هسيبها كمان دقيقه وتبقى جاهزه معايا. بس قبل ما تبقى جاهزه برده معايا عشان اطمن ان هي تكون كلها مستويه باخدها كده من الجناب. لو هي تخينه الرفيعه بتستوي على طول بسرعه، بس بعملها كده بلفها كده من الجناب لو هي تختوخه شويه. هنقدمها دلوقتي الرفيعه والمقلبظه شويه، انا بحبها مقلبظه كده شويه. وادي الرفيعه الولاد بيحبوها قوي، رفيعه معاهم في اللانش بوكس في المدرسه بتبقى لذيذه جدا، تقدروا تاخدوها معاكم بعد الجيم بعد تمارين الولاد، سناك صحي كده ومفيد وكمان لذيذه جدا وطعمها حلو قوي. انا بقى بتاعتي بحب احط عليها لبنه او ساور كريم وعين جمل بقى، ولو معاكم شويه فلوس زياده حطوا بيكان محمص برده كمان بيبقى حلو، واغرقها بالعسل وبدي الولاد كمان معاهم عسل. بصوا جميله ازاي تجنن قمر، تتعاكس من حلاوتها. اعملوا سيف للوصفه، ما تنسوش تجربوها. تابعوني انا وشو حلو.